وتجيب كأس العرب وهاردك لإخواننا الأردنيين. بس تخيلوا منتخب الأردن سجل هذا الهدف، ما كنا مدحنا المغرب ولا شيء. الساطع عبد الرزاق حمد الله نجم نادي الاتحاد ونجم نادي النصر ونجم نادي الهلال ونجم نادي الشباب يفوز المغرب ويجيب لهم البطولة. الهدف الأول تمركز تاريخي من حمد الله، الهدف الثاني تمركز تاريخي عشان تعرف إنه هداف بالفطرة. شوفوا تقييم لاعبين المنتخب المغربي كلهم، وشوفوا تقييم الساطع حمد الله تقييمه 9 ما شاء الله تبارك الله، وسجل هدفين. أمانة شكرا للمنتخبين، قدموا مباراة تاريخية والله، من أحلى المباريات اللي شفتها في حياتي. هذه أقوى يا أخوان من نهائي كأس العالم، أقوى من نهائي دوري أبطال أوروبا، هذا هو نهائي كأس العرب. اقنعوني، حد يقنعني بالله عليكم، ده كان نهائي كاس عرب ولا نهائي كاس عالم؟ لا تقولي الارجنتين ولا فرنسا ولا صباح الفل وصباح الفل، ايه الجمال ده؟ الف الف مبروك لمنتخب المغرب، اسود الاطلس، حبايبي حبايب قلبي، الف الف مبروك، تستاهلوا الفوز. الله اكبر، حمد الله للتاريخ، اللي جون كلها اللي اتسجلت في ناحيه، وجون الطنان اللي طنطن مرمى الاردن في حته لوحده. الله اكبر عليكم يا منتخب الاردن، يا جمهور الاردن، عندكم منتخب ترفعوا راسكم بيه. الله اكبر. احنا بعاد قوي ليه كده يا جماعه؟ احنا بعدنا قوي امتى كده يا جماعه؟ الف مبروك. المغرب، هاتوا المغرب، هاكوا المغرب. هزوا راسكم لفوق، هزوا راسكم لفوق وافتخروا وقولوا بصوت عالي انا مغربي، انا مغربي. احنا مغاربه برو ماكس. عربي انا، مغربي، افريقي انا، امازيغي، في حضرة كل العرب، في حضرة كل العرب. صدقنا احنا هما العرب. اشهد يا تاريخ، المغرب بطل كأس العرب. العرب الحقيقيين هما هادو. العرب ديال بصح هما هادو، الرجال الابطال. ما يمكنش، فرحتونا، كبرتو بينا، رفعتو بالرايه ديال بلادنا. ديما مغرب حتى الموت، ديما مغرب حتى الموت. والمغرب بابا، والمغرب بابا، والمغرب. رسميا كاس العرب افريقيه مغربيه، مليون مبروك في ماتش مجنون، اجمل نهائي في تاريخ كل الدول العربيه. الماتش بدأ ولسه بنقول يا هادي، قامت المغرب من نص الملعب زيو زيو جون وخلاص. الكاس في المغرب، ودق الشماسي في الرباط، دق الشماسي، والمدرجات كلها سير سير سير. بدأ الشوط الثاني، الاردن زيو تعادل، زيو الثاني وخلاص. الكاس في الاردن، ودق الشماسي في عمان، دق الشماسي، والمدرجات كلها سير سير سير. شويه وحمد الله جون تعادل. رحنا اشواط اضافيه، لسه بنقول يا هادي، قامت الاردن زيو جون. الكاس في الاردن، دقوا الشماسي في عمان، دقوا الشماسي، المدرجات كلها سير سير سير. الحكم لغى الجون. شويه المغرب زيو جون الثالث. الكاس في المغرب، دقوا الشماسي في الرباط، دقوا الشماسي، المدرجات كلها سير سير سير. الماتش المجنون ده، الماتش المجنون ده. المهم، مليون مبروك للمغرب، المغرب بطل العرب، يستحقوا عن جدارة واستحقاق. مبروك لطارق الاسكتيوي، الراجل الطيب، الراجل المسكين، الراجل العسل، مسكين يعني انه اخلاقه حلوه يعني، ما شاء الله عليه، هادي يعني. هارد لك للاردن، هارد لك لاخواني بصراحه. اقسم بالله العظيم الاردن حرام تخسر البطوله دي. الاردن عملت بطوله تاريخيه، يعني انا من نفس الوقت فرحان وزعلان. فهارد لك للاردن، اقسم بالله العظيم ابطال، يتسقف لهم ويتحطوا على الراس، مفيش ولا كلمه. مليون مبروك للمغرب اللي خدوا البطوله. ماتش حلو قوي 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 قوي. اقيموا الافراح واحتفلوا، وكلنا في الاخر مبسوطين. بس حمد الله طلع نصاب قبل الماتش، نيمنا كلنا ننا في الفانيلا، وقال لك مفيش حاجه اسمها عرب افريقيا وعرب اسيا، احنا كلنا اخوه. وفي الماتش زيو زيو لزق جولين. حبايب قلبي سلام. الله سجل الثالث، حمد الله سجل الثالث على النشامة. حمد الله سجل لأسود الأطلس، سجل للمغرب الهدف الثالث في الشوط الإضافي الأول. هات الإعادة. الله، انظروا إلى هذه السيدة كيف تدعي، كانت تدعي دعوتك مستجابة يا خالة. أوه راسية. حمد الله، حمد الله، حمد الله، حمد الله، حمد الله، حمد الله، ما فيها شيء، ما فيها شيء. حمد الله. المغرب تتقدم بالهدف الثالث، بالهدف الثالث 3-2.
لسه في وقت، لسه في وقت. النشامة يعودون في أي لحظة. لا تضمن النشامة، لا تضمن الأردن. احجزوا جائزة بوشكاش أفضل هدف بالعام أمامك عزيزي المتابع. شوف 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 شوف، يخرب بيت الرعب، والله مرعب، والله مرعب. احنا شاهدنا واحد من أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم في نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن. هذا الهدف بيثبت لك ليش المغرب فارق عن أي منتخب عربي آخر. هذا الهدف أتى من لاعب كبير، أتى من لاعب دارس كرة القدم. يا رجل هو فقط لمح الحارس متقدم شوي عن مرماه، سجل بهذه الطريقة. الهدف أتى من صاحب 31 سنة أسامة طنان، لاعب صلالة القطري. ارجع تابع الهدف مرة واثنين وثلاث وراح تستمتع يا رجل. احنا عم نشاهد واحد من أندر الأهداف في تاريخ كرة القدم. هدف أتى من قبل منتصف الملعب. انتم متخيلين شو يعني؟ هدف ما بيتسجل إلا كل 10 سنوات مرة واحدة. وانتبهت لهم حارس الأردن أبو ليلى لأنه حرفيا الهدف غير متوقع. يا رجل طار وما استطاع انه يصد الكرة، حرفيا انصاب بعد الهدف. اصلا متى بتتاكد انه هذا الهدف مرعب وغير طبيعي فعليا؟ لما بتشوف لاعبين المغرب كانوا مصدومين وغير قادرين على الاحتفال من قوة الهدف. بتحس كرة القدم تمثيل يا رجل بنفس البطولة في بطولة كأس العرب 2021، ولكن على المغرب لاعب الجزائر يوسف بليلي بيسجل نفس هذا الهدف تقريبا. كالبيت أسامة طنان، كالبيت كالفراب، كالفيزيون، كالبريسيزيون، كالفينيسيون. شو هذا الهدف؟ ما هذا الهدف يا أسامة طنان؟ راك مجبور باش تبرر على هذا الهدف. هذا مش هذا سرقة، هذا ماشي هدف. هذا هدف أنكولوجي، هدف أسطوري، هدف خرافي، هدف للتاريخ. الهدف الذي يعشقه جميع الرجال هذا هو. يلخص لك معنى الجمال في تسديدة والله لا لخصت معنى الجمال. يا خوتي هدف مانيش قادر نستوعب كي داير البيت. مانيش عارف بارتي شحال غتكمل، مازال ما كملت. ان شاء الله تربح المغرب. مي بيت مهبول، بيت خرافي، يستحق التقدير، يستحق توقف وتحيي له. اقسم بالله يا خوتي ما كاش كيفاش كاع، ما كاش كيفاش كاع. يليق تهضر على هذا البيت، يليق تشكر هذا البيت باسكو هدف ما كاش كيفاش. خوتي غلطه غفله ما تفاهموا، سوء تفاهم. صاحبه نتحي له، شافه ديالك عطاه البوله، هو طلع راسه شاف الجو خارج ضربها من مورسون دخلت. كفانا من المقارنات وتبدا تجبدوا في اهداف واحده اخرى. هدف هذا يعتبر هدف خرافي. هذا الهدف باسمه، هدف أسامة طنان من مورسون. ضربها بالقوش، طلع راسك تشوف كاردي خارج ضربها له كيما هكا، وجاي عندك واحد ضاغط عليك. بيت بيزار، ضرب وجهها مع البارة وكاع سلامات له. مي هدف اسطوري. ان شاء الله تدوها وتكتمل معاكم. بيت شباب تدوا هذا التيتر، تستاهلوا يا تستاهلوا. السلام عليكم. عالمي دون يا تاريخ، اكتب يا تاريخ. يا عالم بوشكاش خلاص انحسمت. بوشكاش جائزة بوشكاش انحسمت بشكل رسمي. يا زين البلدان يا لطيف، هذه كيف تجرأ؟ يا جنات، كيف تجرأ يسدد بهذا الشكل في مباراة نهائية؟ هذا لا، هذا ما احترم انها مباراة نهائية. هذا حرفيا ما احترم انها مباراة نهائية. هدف تاريخي يا عالم، والله تاريخي من وحي الخيال. ينسج خيوط المتعة والإبداع من وحد الخيال. يسجل كاف كاف كاف. لا يا عالم لا. يا لجمالها، مو طبيعي قسما بالله. يا عيال من ورا نص الملعب. كحسن المغرب وجمال المغرب وروعة المغرب. مش طبيعي يعني، غير انه تخش الهدف دخلوا في العارضة بعد، دخل ابو ليلى في العارضة. شوف ليضرب موعدا. هدف تاريخي. جائزة بوشكاش انحسمت، الجاية انحسمت. اوكي امس كان حفلة بس راحت. انا اتكلم عن الجاية. لا احد يلعب كورة انتهت، لا احد يسجل اهداف خرافية انتهت. هي انتهت للرقم 14. وكيف مشوا الاخوان كان هذا مردود افعال ديال الجماهير على الهدف الخيالي ديال اسامه طنان. الهدف من قبل السونتر تبارك الله طلق له صاروخ، بوطه طلقها له. وكانوا هذوما الاراء ديال الجماهير. حتى نتوما خليونا الاراء ديالكم كتهمنا بزاف. وما تنساوش لايك وكومونتير والاشتراك باش ديما يوصلكم الجديد. وتحياتي لكم.